لازم تاكل دهون عشان تخس. والدهون نحرقها ازاي يا ولد؟ الدهون جوا قلبي يا ولد. انا بس هنا عايز الفت نظركم في اول الفيديو على اني مش جاي اتكلم عن الكيتو ولا مع الكيتو، بالعكس انا ضد فكره الكيتو انه ينفع اصلا دايت. انا عاوز اقول لك انك لازم تهتم بنسبه الدهون في جسمك، ولازم تحافظ على انك تاكل دهون صحيه في اكلك بالذات لو عاوز تخس. تعال اقول لك ليه. اول حاجه يا سيدي، الدهون اساسيه جدا في امتصاص انواع الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون زي فيتامين A ودي وإي وكي، لان الاربع فيتامينات دول لهم دور قوي جدا في عمليه الميتابوليزم والحرق الدهون والكلام ده كله. تاني حاجه بقى، الدهون من الحاجات الاساسيه جدا في تكوين الهرمونز بتاعتك. الهرمونات بتاعت جسمك عشان تتكون لازم يبقى في دهون بنسبه معينه ما تقلش عنها. تالت حاجه بقى، الدهون الصحيه من الحاجات المهمه جدا لصحه القلب وشرايين القلب، ودي من الاسباب الاساسيه اللي بتحافظ عندك على حاجه اسمها اكسجين ساتوريشن او تشبع الاكسجين في الدم. بالتالي هنا نسبه الاكسجين ساتوريشن عندك تبقى اقل من الطبيعي شويه، واحنا عارفين ان الاكسجين هو اللي بيحرق الدهون، فبالتالي